ازيكم يا شباب؟ معاكم كريم من قناة كيموتك. في الحلقة دي هنتكلم عن أرخص تجميعة ممكن حرفيا تجيبها في سنة 2025 وسط الأسعار الخزعبلية اللي احنا بنشوفها. أنا قعدت أدور وأبحث وأشوف لك أنسب وأرخص قطعة ممكن تشتريها. أول حاجة قررت أبدأ بيها وهي المذر بورد، وقررت إن أختار البوردة المشهورة والغنية عن التعريف ال H61. البوردة دي منتشرة جدا ورخيصة ولسه موجودة بكميات كبيرة في السوق المصري. ميزتها إنها بتدعم معالجات الجيل الثالث من انتل، وكمان بتدعم رامات DDR3 اللي سعرها اقتصادي وممكن تلاقيها بسهولة. ولو بعدين حبيت تغير المعالج أو تزود الرامات هتلاقي القطعة بسهولة. تاني حاجة المعالج. هنا أنا اخترت معالج الاي 5 3470 او ال 3570. الاتنين دول رباعي النواة، والاداء بتاعهم لحد النهاردة كويس جدا في الشغل والمهام. يعني البرامج الاساسية زي الفوتوشوب او الاوفيس او حتى برامج المونتاج البسيطة وبعض اللعب هيشتغلوا كويس جدا. الفرق بين ال 3470 وال 3570 مش كبير قوي، لكن لو لقيت ال 3570 بنفس السعر تقريبا او قريب يبقى احسن تاخده. الرامات اقل حاجة تاخد رامات 2 في 4. يعني ايه؟ يعني تاخد رامات 8 جيجا قطعتين 4 و4. ليه بقى مش قطعة واحدة؟ عشان تستفيد من تقنية اسمها الدول شانل، وده بيخلي الرامات تدي اداء اسرع. ولو انت استخدامك خفيف جدا ممكن تبدأ ب4 جيجا وتزود بعدين، لكن انا شايف 8 جيجا هي اقل حاجة في 2025. بعد كده يجي دور التخزين. هنا انا اخترت هارد 500 جيجا HDD. الهارد ده هيكفيك للألعاب والملفات والبرامج، لكن نصيحتي الشخصية لو تقدر تجيب SSD حتى لو 120 جيجا بس تحط عليه نسخة الويندوز والبرامج الأساسية، وهتلاحظ فرق رهيب في سرعة فتح الجهاز وتشغيل البرامج. يعني ال SSD بيغير التجربة 180 درجة. خامسا كارت الشاشة. في التجميعة دي لو استخدامك مجرد شوية برامج بتستخدمها يبقى الكارت المدمج اللي جاي مع المعالج كفاية جدا، لكن لو عايز مرونة اكتر او تلعب شوية العاب خفيفة عندك خيارين رخيصين. عندك كارت زي انفيديا GT 720 او AMD R5 240. الاتنين مش مخصصين للالعاب التقيلة، لكن يقدروا يشغلوا العاب اونلاين خفيفة زي ليج اوف ليجندز او فالورانت، وممكن يشغلوا شوية حاجات قديمة زي لعبة GTA 5 وبيس 2021. اخر قطعة معانا وهي الباور سبلاي. مفيش تجميعة من غير باور سبلاي كويس، وهنا هنحتاج باور سبلاي 300 ل 350 واط فعلي. مهم جدا كلمة فعلي، يعني من شركة كويسة زي كولر ماستر او جيجا بايت. ما تروحش تشتري باور شعبي ب150 جنيه وتقول هيشغل، ده ممكن يبوظ لك الجهاز كله. وبالنسبة للكيسة هتجيب اي كيسة شعبية هتلاقيها، اي كيسة كمبيوتر قديمة لو عندك في البيت ممكن تحط فيها التجميعة مش هتأثر في حاجة. كده غالبا لو جينا نحسب مجموع القطع هتلاقي ان التكلفة بتوصل من 3500 لغاية 4000 جنيه. بالنسبة لتجارب الاداء، لعبة زي GTA 5 اشتغلت على اعدادات نورمال 720 بي من 35 ل 40 فريم. لعبة زي بيس 2021 اشتغلت على اقل اعدادات 720 بي في رينج 40 فريم. وبالنسبة لببجي عشان اكيد في ناس هتسألني عليها مع ان انا ما بلعبهاش، لكن اللعبة اشتغلت على المحاكي المعروف جيم لوب، اشتغلت تقريبا في رينج 60 فريم. في الفيديو ده جبنا لك ارخص تجميعة ممكنة انت ممكن تجيبها في سنة 2025. فأتمنى منك لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، واستنونا في الحلقة الجاية. سلام.